قصص أطفال قبل النوم. قصة القراءة للشطار، تأليف وصوت إيمي مصطفى. رجع عادل من المدرسة للبيت ومعاه جواب طلب حضور ولي أمره علشان يتكلم مع مدرسة الفصل. الأم أخذت الجواب وسألت عادل عن السبب. عادل قال: معرفش ومش عايزة أروح المدرسة دي تاني. ماما قالت له ليه؟ رد عادل وقال: المدرسين مش بيحبوني والأولاد بيتريقوا ويضحكوا عليا. تاني يوم مامة عادل راحت وقابلت مدرسة الفصل علشان تعرف سبب الشكوى من ابنها عادل. المدرسة قالت: عادل كان أشطر تلميذ عندي وهو في ابتدائي، كان مركز وبيعمل واجبه ودرجاته دايما عالية. من ساعة ما بقى في أولى إعدادي وهو على طول مهمل ومش بيعمل الواجب، ودرجاته كل يوم بتقل من امتحان للتاني، وكذا مرة لقيته بيلعب جيم على موبايله أثناء شرح الدرس. الأم فهمت الموضوع، وطول الطريق للبيت وهي بتفكر إزاي تساعد ابنها وترجعه أشطر ولد في الفصل زي ما كان. عادل كان كل يوم بيحلم بالرحلة اللي هتعملها المدرسة، أسبوع لمرسى مطروح بعد امتحانات آخر السنة. بحر وبيوت على الرمل وآيس كريم وألعاب مائية وجري وتنطيط. بعد الغدا ماما اتكلمت مع عادل وقالت له: أنا ممكن أوافق على رحلة المدرسة بس بشروط. عادل فرح قوي وقعد يتنطط ويصفر إن مامته وافقت أخيرا على الرحلة. بس إيه هي الشروط؟ ماما قالت 3 شروط. أولا، كل يوم ترجع من المدرسة تخلص واجباتك كلها قبل ما تلعب، واللعب على الموبايل هيبقى لمدة ساعة واحدة بس. ثانيا، هجيب لك كتب وقصص، هتقرأ كتاب في الأسبوع وتكتب لي استفدت ايه من الكتاب اللي قريته. ثالثا، لو مدرسة الفصل لقيتك بتلعب جيم وهي بتشرح الدرس تاني هاخد الموبايل منك فورا. عادل زعل وقال لها: لا أنا مش هعمل كده، دي شروط صعبة قوي. ماما ردت عليه وقالت له: تمام، يبقى انسى انك هتروح رحلة آخر السنة مع المدرسة. عادل قعد في أوضته يفكر بينه وبين نفسه، وفي الآخر اضطر ينفذ شروط مامته لما لقاها مصممة على كلامها. وفعلا يوم ورا يوم بقى عادل بيجاوب في الفصل على أصعب الأسئلة ويقول معلومات جميلة الأولاد زمايله ما يعرفوهاش، ودرجاته اتحسنت وبقى شاطر زي ما كان الأول. لما الأولاد سألوه جبت المعلومات دي منين؟ عادل قال لهم: ماما جابت لي كتب وقصص عن الموضوعات اللي بندرسها في المدرسة، ولما قريتها لقيت نفسي بجاوب أحسن. الكتب خلتني أشطر وبفهم أكتر وقادر أعبر عن نفسي بسهولة. الأولاد بعد كلام عادل اشتركوا في مكتبة المدرسة وبقوا بيتنافسوا على مين يقرأ أكتر، وحسوا بحلاوة القراية وحسوا إن قدراتهم بتزيد، وبقوا يلعبوا على الموبايل أقل، وبقوا يستخدموا الموبايل بشكل أفضل. إزاي يزودوا معلوماتهم ويسافروا بخيالهم ويشوفوا العالم عن طريق فيديوهات مفيدة ومشوقة. عادل نجح وكان الأول على فصله، ومكافأة ليه راح رحلة المدرسة وهو سعيد وفخور بنفسه. وبقت قراية الكتب أكتر حاجة بتسعده، وكل يوم بتخليه أذكى وأشطر وواثق من نفسه أكتر. ولغاية هنا
الحدوتة خلصت، حلوة مش ملتوتة، وتصبحوا على خير يا حلوين.